ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الوطن العربي كله كان قاعد قدام التلفزيون بيتابع بحماس فرح الامير حسين بن عبد الله الثاني ومراته رجوة آل سيف. كان من اهم الاحداث اللي حصلت في الوطن العربي. انا جايب حقائق، تعالوا نعرفها مع بعض. رجوة اتولدت يوم 28/4 سنة 94. هي أكبر منه بشهرين لأن هو اتولد يوم 28/6 سنة 94. هي مهندسة معمارية، درست الهندسة المعمارية في جامعة سيركيوز في نيويورك في أمريكا. هي قعدت تتنقل من شركة لشركة علشان تزود من خبراتها. اتدربت لمدة شهر سنة 2015 في شركة دماجي المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور في العاصمة الأردنية عمان. في سنة تخرجها اشتغلت لمدة سنة كمصممة معمارية في هوليوود في شركة ويست هوليوود في كاليفورنيا، وبعد كده قررت في فبراير 2021 إنها تشتغل في شركات آل سيف. درست بعد كده تصميم أزياء في لوس أنجلوس، وجابت امتياز في الاتصالات المرئية سنة 2019. من هواياتها اللي بتحبها ركوب الخيل. باباها سيف بن عبد العزيز آل سيف، ومامتها عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، أصلهم من قبيلة السباع في السعودية. الأميرة رجوة من قرايب الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين، والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس السعودية. في سؤال هنا بيطرح نفسه: إزاي تعرفت رجوة آل سيف على ولي العهد الأردن الحسين بن عبد الله؟ من اللي منتشر إن الملكة رانيا هي اللي رشحتها لولي العهد. الملكة رانيا اتعرفت على رجوة في فترة تدريبها في شركات التصميم العقاري في الأردن، لكن في أقاويل بتقول إن الأمير حسين هو اللي شافها في العاصمة الأردنية عمان في الفترة دي. تتخيلوا إن سعر الخاتم اللي قدمه الأمير حسين للأميرة رجوة اتعمل من الجواهرجي إدوارد نوفارو بحوالي 100,000 يورو؟ الفرح ده من أكتر الحاجات اللي فرحتني في حياتي وفرحت الوطن العربي كله. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.